ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو متنوع كده، يعني في تشكيله كده من الحاجات هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه طبعا احنا بدانا بقى شهر الخير، وبدات تحضيرات شهر الخير. يا رب كده يعود عليكم الايام بخير، وكل سنه وانتم طيبين. انا طبعا عندي افطار صائم كل يوم في رمضان باذنك يا رب. فبدات بقى ان انا احضر نفسي عشان بجهز شويه حاجات كده من قبلها تسهل عليا ان شاء الله الشغل في رمضان. نزلت السوق، جبت سباتين القوطة دول. جبت السبت عامل فيه 30 كيلو، عامل 150 جنيه. بس طماطم نضيفة جدا جدا جدا. وجبت كمان بقى شوية خضار كده للتلاجة. جبت فلفل رومي، وجبت بنجر عشان احطه مع القوطة دي وانا بسلقها. هقول لكم بعمل فيها ايه دلوقتي. وجبت ليمون، الليمون جبته ب 14 جنيه، والبنجر جبته ب 15. وجبت هنا 2 كيلو ليمون عشان برضو بينفعوني جدا في التلاجة، وبغسل بيهم الفراخ والحاجات دي. جبت كمان البصل، طبعا مش هي دي كمية البصل اللي انا جايباها، انا جايبها 40 كيلو من البصل. بس بوريكم كده شنطة منهم. ده البصل ده جبته ب 12 جنيه ونص، وفي 15، بس ده لقيته حلو قوي قوي. وكمان جبت الجزر ده عشان لما نسلق لحمة، نسلق طيور، نسلق اي حاجة، برضو هينفعنا جدا. جبت كمان الخس الكابوتشا ده الواحدة ب5 جنيه، عشان برضو نعمل سلطة كده مع افطار الصائم ان شاء الله في رمضان. فبقطع كده منه بينفعني. بجيب بقى ايه مثلا كل يومين بجيب طازة بطازة يعني، فجبت دول كده بحطهم في التلاجة بينفعوني مثلا يومين ولا حاجة. جبت كمان ايه، جبت بقى كمان لينا احنا في البيت، جبت بتنجان وفلفل وحاجة وكده عشان نعمل برضو أكلة محشي كده حلوة. الفلفل الحامي ده جبته اللهم صل عليك يا نبي. جبته الفلفل الحامي ب25 جنيه. والبتنجان الابيض والاسود ده جبته ب12 جنيه. البتنجان ب12 والفلفل ب25. اللي عنده الفلفل بقى قولوا لي كده الفلفل عندكم كام، عشان اتصدمت لما نزلت لقيته فيه ب30 وفيه ب25. جبت البطاطس دي، طبعا برضو انا جايبه شوال بطاطس، مش جايبه بطاطس كده يعني كميه، بس انا بوريكم شكلها. جبت البطاطس الكيلو ب5 جنيه. واقف عليا في الشوال الكيلو ب7 جنيه. اسفه، الكيلو ب7 جنيه البطاطس. والطماطم زي ما قلت لكم بقى، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. قلت بقى كده ابدا كده مع نفسي كده في المطبخ شويه توضيبات زي ما قلت لكم. هنا بقى خرجت كل علب التوابل من الضرف. انا طبعا مخلصه المطبخ بتاعي ومخليه زي الفل. هوريه لكم برده ان شاء الله في فيديوهات جايه. صبنته كله من جوه ومن بره وخلصته كله. بس كان عندي ضرفه العطاره دي لسه ما عملتهاش عشان بتاخد معايا وقت، فقلت خليها هي اخر حاجه خالص. بعد ما اخلص ابقى اعملها كده على نظافه. فنزلت كل بقى العلب بتاعه العطاره وصبنت الضرفه. وقلت بقى امسك البطرمانات دي انضفها كويس جدا بالحته كده، هي نضيفه بس يعني مسكت كده الفوطه وصبنتها كده من بره تاني. وشلت بقى الورق ده، كنت انا ده ورق لزقاه كده ببلاستر. فقلت هشيله بقى، وجبت الاستيكرات اللي مكتوب عليها اسماء التوابل دي، شكلها حلو قوي قوي وخلت الشكل بتاع العلب حلو قوي. ظبطتها بقى كل نوع من التوابل حطيت عليه الاستيكر بتاعه. وقلت بقى هشتغل يعني هعمل كل البطرمانات بالطريقه دي. بعد كده بقى عايزين ان شاء الله هنعمل كمان غدا النهارده في الفيديو ده، هيعجبكم سريع وسهل ان شاء الله. قولوا لي رايكم فيه. بعد ما خلصت بقى كل العلب بتاعه التوابل ركنتها، وجبت بقى التوابل بتاعتي وفضيت فيها اللي انا عايزاه. طبعا دي حاجتي بتاعه البيت، دي حاجه البيت بتاعي انا او بيتي انا. انا لسه ما ظبطتش الحاجه بتاعه الافطار الصائم اللي احنا هنعمله ان شاء الله. لان احنا ان شاء الله باذنك يا رب زي ما اتفقنا هنعمل افطار صائم كل يوم في رمضان. وهوريكم برضو تحضيراته كل حاجه في وقتها هتعرفوها. ده كده كان دي التوابل اللي انا هستخدمها في بيتي انا او في الشقه عندي، او في الفطار بتاعنا احنا. لسه بقى الحاجه بتاعه افطار الصائم دي لوحدها، يعني دي لوحدها انا بقى ابتدي لسه برضه معاكم في فيديو وان شاء الله تقولوا لي رايكم فيه. خلصت بقى هنا كل علب التوابل، وهتشوفوا شكلها ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. شكلها تحفه، وشكلها كده تحسي ان هي شكلها شيك بالاستيكر ده، مدي شكل حلو قوي قوي. هو مش غالي، الورقة بتاعة الاستيكر فيها جميع أنواع التوابل والبقول والحاجات دي كلها ب10 جنيه. بيتباع فين؟ بيتباع في العتبة. يعني اللي عايز منه بيتباع في العتبة أو في أي محل مستلزمات يعني اللي هي أدوات المطبخ وأدوات البيت. بعد كده بقى قلت أعمل لهم غدا كده على السريع النهاردة، يعني يوم بسيط كده وروتين. نزلت السوق وطلعت عملت حاجات في المطبخ، فقلت أعمل حاجة سريعة. عندي إيه؟ عندي كلاوي، دي كلاوي بلدي. أنا طبعا قطعتها كده شرايح وحطيتها كده في مية. باخدها غلوة واحدة واشيلها من المية، اشطفها تحت الحنفية كويس جدا جدا، مية نضيفة تاني. طب بتعملي كده ليه؟ عشان انا مش عايزة فيها اي ريحة زفارة، ولا عايزة فيها اي حاجة يعني تكون فيها زفارة ولا اي حاجة.
هنا غليت غلوه، خدتها تحت الحنفيه شطفتها وغيرت الميه زي ما انتم شايفين. هبتدي احط لها ايه، حطيت لها ورق لورا على حبهان مطحونين، وكمان رشه صغيره قوي من الفلفل الاسود، وهسيبهم يستووا. لو شربت الميه دي ولسه ما استوتش هزود لها كوبايه كوبايه. حطيت كمان معلقه كبيره من الخل منعا لاي زفاره. خلاص هنا بقى بدات ان هي تستوي. نزلت كده بقى ببصل مقطعاه كده شرايح او جوليان زي ما انتم شايفين، مع حبه الميه اللي فاضلين، يعني كان فاضل حبه ميه صغيرين كده حطيتهم ايه مع البصل ده، عشان عايزه البصل يستوي، مش عايزاه يبقى ني كده يقرش، لا انا عايزاه مستوي حلو. هنا بقى قلت اعمل حبه طحينه على ما البصل والكلاوي دي تكمل سواها. حطيت الطحينه وكمون وكمون وكزبره وتوم وحبه شطه كمان وملح، وبدات ان انا اقلبهم بالطريقه دي، وحطيت كمان حبه خل. دي يا بنات الطحينه اللي انا عاملاها في البيت، عاملاها انا في فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق او في صندوق الوصف، او في الاي دي اللي بيطلع على الفيديو من فوق برضو هحطه لكم، اللي حابب يشوف الطريقه بتاعته. طريقه موفره جدا وحلوه، بتديكي كميه حلوه قوي قوي، وطالعه تحفه احلى من الجاهزه 100 مره، واوفر طبعا لان الطحينه بقت غاليه جدا جدا. بعد كده بقى بعد ما حطيت كل المكونات دي، حطيت هنا بقى الميه بخفها على قد السمك اللي انا عايزاه، انا بحبها وسط، ولا هي تقيله ولا خفيفه. خلصنا كده، حطيت بقى كده الطحينه، واجيب بقى الاطباق اللي انا هقدم فيها على طول، عشان هو غدا سريع مش هياخد اي وقت معي. بدات كده ان انا افضيها في الاطباق زي ما انتم شايفين كده. اتمنى بقى لو وصلت لغايه كده للفيديو وما عملتيش لايك، انزلي كده بسرعه حطي لايك حلو زيك وكومنت، وكمان لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي واعملي ودوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي ان شاء الله. حطيت كده رشه من البابريكا من فوق يعني كشكل. هنا بقى كان عندي البصل خلاص دبل، وكمان الكلاوي استوت. بدات انزل بقى بحبه زيت، انا لغايه دلوقتي ما كنتش لسه حطيت ولا اي ماده دهنيه من فوق. حطيت كده حبه زيت زي ما انتم شايفين، وبتشوح فيهم الكلاوي والبصل دول لغايه ما احس ان هم بيطشطشوا كده معايا. بعد كده حطيتهم على جنب في الطاسه زي ما انتم شايفين، ونزلت هنا عندي كبده برضو، دي الكبده دي بلدي مقطعاها كده مكعبات صغيره. هي شرايح اصلا كانت متقطعه للقليه، بس انا مش عايزه اقليها، انا عايزه اشوحها، فرحت مقطعه مثلا الشريحه على 2 او على 3 على حسب حجمها، ونزلت كده بيهم على طول في الصينيه. وبدات كده انزل بمعلقه توم حلوه محترمه كده، وحبه كمون وحبه فلفل اسود وحبه كزبره. هي دي التوابل اللي انا هستخدمها، ما حطيتش ملح خالص دلوقتي لسه. هشوحهم كده مع الكبده بقى، يا مش قادره اقول لك بقى على الريحه وجمالها، الريحه تحفه تحفه تحفه. هبتدي انزل بمعلقه كبيره من الخل، لو عندك ليمونه اعصري ليمونه افضل. كمان هنا بقى حطيت فلفل سبايسي على حامي، بس انا طبعا كترت الحامي اكتر، الاكله دي بتبقى تحفه لما بتكون سبايسي. حطيت كده الفلفل بقى، وبدات اقلب كل المكونات مع بعضها بالطريقه دي. بصوا فظيعه. وحطيت بقى كمان الملح مع حسب بقى ما انت بتحبي تملحي حاجتك قد ايه. بصوا خلاص الاكله خلصت وسهله وسريعه، وكنت بقى في السوق طول النهار، فطبعا كنت طالعه تعبانه، وكمان كان عندي حاجات عملتها، فقلت دي اسرع حاجه ممكن اعملها. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، تقولي لي رايكم في الكومنتات. بدات بقى كده احضر زي ما انتم شايفين، وكمان حمرت بطاطس. قلت برضو تبقى مع الكبده وتبقى حلوه قوي قوي. بصوا تعالى اوريكم بقى الغدا بتاعي بعد ما خلص شكله ايه. بصوا جميل ازاي، حاجه كده تحفه ما شاء الله. الكبده تحفه، وكان طعمها وريحتها فظيعه، والبطاطس طبعا حلوه جدا. خلصت بقى كده الغدا وخلصت يومي، وربي الروتين بتاع النهارده يعجبكم. وان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل روتينات كتير مع بعض كل يوم، وفي رمضان كمان هوريكم يومي بيبقى ماشي ازاي مع افطار الصائم اللي انا بعمله، اوريكم قبل الفطار بعمل ايه وبعد الفطار بعمل ايه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يعجبكم.